وفي السماء رزقكم وما توعدون، كل شيء ايه مقدور، كل شيء مكتوب. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق ربنا. امرك بالسبب، انما هو المسبب يعني. السلام عليكم. طيب، معكم محمد حسين، انا سينيور سوفت وير انجينير. اتكلمت في الحلقات اللي فاتت عن شويه حاجات ليها علاقه بازاي تلاقي اول شغل ليك، ازاي تعرف مجالك او تحدد مجالك في البرمجه. قعدت اتكلم كده شويه حاجات بحيث ان انا احاول انبلوك شويه حاجات كده للناس اللي هي لسه بتبتدي. قولوا لي رايكم في الانترو والتايم لابسنج، لان يعني الكام ثانيه دول ممكن ياخدوا مثلا نص ساعة ولا حاجة، سايب الموبايل يصور. ماشي، نرجع لموضوعنا. حابب اتكلم عن حاجة مهمة قوي، وهي النيجوشيشن. ازاي انيجوشيت لما انا بكون بقدم في بوزيشن معين وانيجوشيت. المشكلة بتيجي فين اصلا؟ ان احنا بنبقى فاكرين عندنا شوية حاجات كده مغلوطة، زي مثلا ان احنا نكون بنقدم على شغل واحنا الاتش ار كلمنا وات از يور اكسبكتد سالاري، فانت يكون في دماغك لا ده انا لما اقول له مرتب قليل ساعتها هياخدني. ودي من الحاجات المغلوطه اللي هي انا كنت فاهمها غلط، وتقريبا كل الناس بتبقى فاهمها غلط. فهو الموضوع مش كده خالص. خلينا نبريك داون هم اصلا الاتش ار بيفكروا في الموضوع ازاي، وبناء عليه احنا هنتصرف ازاي باحسن شكل ممكن. فكره ان الاتش ار بيبقى عندهم بادجت بتبقى محطوطه للبوزيشن ده. يعني انت الحمد لله عديت خلاص، بنشوف مثلا ايه الاوفر المناسب معاك. حاجه مهمه تاخد بالك منها ان في شركات اصلا انت مش بيتعامل معاها نيجوشيشن. يعني انت الاوفر مش نيجوشيبل. ده بتعرفه منين؟ انت اول ما بتعدي التكنيكال وبتعدي بقى كل الانترفيوز بقى اللي احنا اتكلمنا عليها في الفيديوهات اللي قبل كده، ما اتفرجتش عليها اتفرج عليها. بعد كده لو اتبعت لك اوفر دايركتلي، يبقى معنى كده ان البوزيشن ده اصلا ما فيهوش يعني نيجوشيشن. معنى كده ان احنا مش بنيجوشيت اصلا، احنا ده البوزيشن ده ليه المرتب ده، يا اما تاكسبت يا اما بتريجكت. وده تقريبا احسن الشركات، وده صراحه اللي حصل معايا في فاليو. احسن حاجه بتحصل هو البوزيشن ده بياخد كذا، مش هنيجوشيت. معظم الشركات بيبقى فيها نيجوشيشن، بيبقى في بادجت معينه محطوطه مثلا للفريش او الجونيور بياخد مثلا 15000. هي بتبدا معاك وات از يور اكسبكتد سالاري، لو وصلت معاه ل 10 ده بيرفكت زي الفل. هي وفرت دلوقتي للشركه 5000 جنيه. وحتى لو انت قلت رقم ابعد من البادجت، يعني انت جيت قلت لها والله انا عايز 20000 او عايز 25000، ده مش معناه ان انت خلاص هتترمي. لا، انت في الاخر طالما وصلت لمرحله ان هي بتوفر يو، معنى كده ان انت خلاص من التوب 5، من التوب 2، من التوب 3. بيبداوا ان هم يشوفوا كل واحد الفيرست كانديديت ده ايه دنيته، السكند الثيرد وهكذا. فالملخص المفيد، قول اللي انت شايفه مناسب، وهقول لك دلوقتي على شويه حاجات كده تعملها قبل ما تدخل اصلا انترفيو، بحيث تقول تقريبا رقم معقول. ازاي اصلا اعرف يعني هو السالري اللي انا بقوله ده مناسب ولا لا؟ طب مناسب للبوزيشن ده في الشركه دي ولا لا؟ طب انا ما يضحكش عليا ازاي؟ ان انت ممكن تقول لهم 20 فهي كانت قايله لك 10، فتبدا بقى النجوشيت في النص من 10 ل 15، تقول لك لا ده بعيد قوي عن السالري رينج اللي احنا حاطينه. ساعتها انت ازاي هتعرف اصلا الدنيا رايحه فين؟ فانت اول حاجه تعملها، انا دلوقتي جالي عديت او عديت التكنيكال وانا ماشي في البروسيس. اول حاجه تفكر فيها تعملها عشان خاطر تعرف الرينج بتاعك، تخش تكلم الناس اللي موجودين في نفس الشركه. الموضوع ده عادي والله، ما فيهوش احراج، والدنيا جميله وكلنا عملناه وناس عملته معانا عادي. فانت خش على لينكد ان، خش على بيبول، هتلاقي في ناس قدامك مثلا ده شغال سوفت وير انجينير، ده سينيور، ده كذا. شوف حد في البوزيشن بتاعك. يا سلام بقى لو هو كمان مثلا كان في الجامعه بتاعتك، هو مثلا موجود عندك على لينكد ان. كل الحاجات دي جامده جدا، بتساعدك ان يبقى في كوميونيكيشن لطيف. لو انت في حد بينك وبينه حاجه مشتركه، فسهل ان انت تتكلم معاه وتساله على حاجه زي كده. فانت تخش تكلمه الاخبار مش عارف والله انا مقدم معاكم في البوزيشن الفلاني، هو الرينج مثلا في البوزيشن ده شكله عامل ازاي. هو هيديك اكتر حاجه اكيوريت ومتعارف عليها. فده بالنسبه للشركه. وكمان بالنسبه للبوزيشن بشكل عام، اسال الناس. يعني اسال، شوف حد مثلا سينيور في حته معينه يقدر يديك انسايتس السوق دلوقتي عامل ازاي. بص على وظف، خش على وظف، شوف الرينج في البوزيشن بتاعك اللي هو مثلا خلينا نقول جونيور مثلا سوفت وير انجينير.
في شركه مثلا مالتي ناشونال او شركه متوسطه او على حسب الكرايتيريا اللي انت فيها يعني. فساعتها خلاص تحطيت في دماغك عارف ان البوزيشن ده بيتكلم في رينج معين من 15 ل 20,000. في بقى حركه الاتش ارز بيعملوها، ان اول ما انت يعني اول حاجه بيعملوها السلام عليكم ايه هو الاكسبكتد سالاري بتاعك. فانت يعني دايما حضر في دماغك اجابه. اول اجابه تقولها ان انا بالنسبه لي السالاري مش حاجه مهمه قوي، وانا خصوصا في الاول يعني انت يعني دي مايند سيت المفروض تبقى عندك، ان انت طول ما انت لسه في الاول فريش انت مش بفكر في فلوس قوي، بس انا على الاقل هاخد المينيمم او الحاجه اللي تقدر تخلي الامور تمشي. يعني حاول تفلفص من السؤال بتاع انا ازاي وات از يور اكسبكتد سالاري. اجابه تانية برضو حلوه جدا، ان ايه هو السالاري رينج اللي انتوا حاطينه اصلا. خلاص في ناس بتبقى مصممه قوي على الموضوع ده، فمهما حاولت تبين ان انت مش يعني مش بالنسبه لك اهم حاجه هي الفلوس، مصممه خلاص وسالتك تاني مره على الاكسبكتد سالاري، خلي دايما في دماغك رينج معين. عارف ان انت مثلا متوسط السوق كذا، علي عنه شويه وقول ان انا اوبن ان انا مثلا يبقى اقل من كده شويه، ممكن ازيد من كده شويه. خلي موضوع السالاري اكسبكتيشن ده ان ا فurther ستيب، ان احنا في الاخر يعني. بما اننا اتكلمنا عن الاكسبكتد سالاري وانت لسه في الاول، غالبا يعني الناس اللي هتبقى سينيورز وكده هتبقى عارفه موضوع النيجوشيشن وتتكلم فيه ازاي وتنيجوشيت وتعرف تشوف هي اصلا تتكلم في رينج قد ايه. خلينا نكلم اخواتنا اللي لسه متخرجين ولسه فريش وما اشتغلش قبل كده. صديقي خليك دايما فكر ان انت في الفتره الاولانيه حاول انت في اول سنه او 2 بتدور على المكان اللي يعلمك، المكان اللي يضيف لك قيمه في السي في بتاعك، المكان اللي يخليك كسوفت سكيلز اعلى واحلى، وكتكنيكال سكيلز اعلى. ما تفكرش في موضوع السالري قوي، دايما اسال على الشركه، شوف هل فعلا بتقدم الموضوع ده ولا يا فرحتي لو انت بدات مثلا بمرتب كبير لكن مش هتستفاد. احنا في مجالنا المرتبات بتاعتنا بتزيد اكسبوننشال، يعني انت بتبدا برقم صغير ممكن الشغلانه اللي بعدها تبقى الضعف. مش بنتحرك 10% و20%. فانت ان شاء الله كده كده هتعمل فلوس بس قدام شويه. فكر الاول ازاي ابني السكيلز بتاعتي، ان انا لما يبقى عندي 3 و4 سنين ابقى محطوط في مكان اقدر اتكلم واقول الفلوس اللي انا محتاجها والفلوس اللي انا عايزها بالظبط. ورجعنا تاني، معلش الموبايل فصل. كنا بنتكلم عن موضوع النيجوشيشن، فخلينا ريكاب كده سريعا. احنا محتاجين الاول تعرف الشركه دي اصلا بتدي كام عشان تعرف تقول رقم معقول. قول رقم كبير، ما تخافش، ركز على موضوع التكنيكال. دايما ما تقولش الاكسبكتد بتاعك بدري، يعني انت حاول ان انت تفلفص من الموضوع. سالتك والله ايه هو الاكسبكتد، قول له خصوصا لو انت في الاول فانا مش مهتم قوي بالاكسبكتد، ومهتم اكتر او مش مهتم اكتر بالسالري، انا مهتم اكتر ان انا اتعلم وان انا اكبر والمكان يكون فعلا بيديني الانفايرمنت اللي انا بدور عليها وهكذا. اصرت قول لها خلاص طب ايه هو طيب الرينج اللي انتوا بتتكلموا فيه، يعني ايه الرينج اللي الشركه اصلا حطاه. فهي ممكن تقول لك الرينج، فانت بيزد اون الرينج تحط الاكسبكتد بتاعك which is اللي هو ما يبقاش بعيد قوي عن المتوسط. انا عايز اقول بقى حاجه كده ايه للشباب بتوعنا اللي هم يعني ايه سنين خبره كبيره شويه. حاجه يعني انا عرفتها مؤخرا، ان في شويه بنفيتس هي بتبقى يعني equivalent السالري بتاعك او بنفس الاهميه في السالري بتاعك. مثلا حاجه زي التامين الصحي، يعني دي حاجه جامده جدا ومفيده جدا ومهمه جدا. يعني شركه بتديك تامين صحي هي بتوفر عليك كتير، لا قدر الله مثلا حصل لك حاجه عايز تكشف اي حاجه بسيطه، يعني ربنا يحفظنا جميعا. فالتامين الصحي ده حاجه جميله جدا، تروح تكشف اذا كان بقى هم بيكفروا الكشف كله، بيكفروا الادويه، بيكفروا العمليات، الحاجات دي كلها دي بنفيت لطيفه. بنفيتس تانية في شركات بتعملها، ساعات بتديك اشتراك جيم، في شركات بتديك اوبر تروح وتيجي ببلاش، في شركات بتدي كار الاونس لو انت معاك عربيه فبتديك فلوس، لو مش معاك عربيه تشترك لك في اوبر، تشترك لك في باص. الحاجات دي كلها بفلوس يا جماعه. احنا دلوقتي لو انت في مكان
في التجمع، وشغلك في زايد، الكار الاونس او الترانسبورتيشن الاونس او الحاجات دي كلها مفيده. قدر الله مثلا انت عندك السكر او عندك حاجه لا قدر الله مزمنه، فالتامين الصحي ده حاجه يعني بنفيت كبيره. طيب احنا تقريبا كده عملنا كفر لكل الحاجات اللي لها علاقه بالنيجوشيشن والبنفيتس والسالري والحاجات دي كلها. قولوا لي بقى ايه يعني حابين تسمعوا ايه تاني، حابين تعرفوا ايه تاني في البروسيس بتاعت الشغل. قولوا لي في الكومنتس، قولوا لي رايكم في الفيديو ده. ولو انت وصلت للحته دي فشكرا يعني ان انت خلصت الفيديو كله. ميك شور انت تعمل سبسكرايب، لان انا لقيت اكتشفت ان معظم الناس اللي بتتفرج يعني مش عامله سبسكرايب اصلا. يعني اعمل سبسكرايب وقول لي رايك، وان شاء الله اشوفكم في الفيديو اللي جاي.